يسعد أوقات الكل. كيفكم؟ يا رب الكل يكونوا بخير. جيتكم بعد غيبة طويلة بوصفة لذيذة وخفيفة. كيك المخطط بالفانيليا والشوكولا. أنا ابتديت بصراحة، يعني حطيت 3 بيضات عليهم كوب سكر وكوب من الحليب. 3 بيضات مع كوب سكر مع كوب حليب مع نص كوب من الزيت، وراح اخلط كتير منيح لحتى يتجانسوا مع بعض. وبعدين بالخطوة الثانية خلطت المكونات كتير منيح مع بعض. راح اضيف فوقن 2.5 كوب من الطحين، وعندي هون معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة فانيليا ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم. راح اقلبهم مع بعض كتير منيح واقسم الخليط لنصفين، ونص التاني راح اضيف له معلقتين كبار من الكاكاو السادة. خلطت المكونات كتير منيح مع بعض. راح اضيف فوقن 2.5 كوب من الطحين، وعندي هون معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة فانيليا ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم. راح اقلبهم مع بعض كتير منيح واقسم الخليط لنصفين، ونص التاني راح اضيف له معلقتين كبار من الكاكاو السادة. راح اقسم الخليط لقسمين على حسب بتحبوا الفانيليا اكتر او الكاكاو اكتر، انتوا بتتحكموا بهالشي على حسب رغبتكم. قسم منهم راح احط له معلقتين كبار كاكاو خام، يعني سادة من دون سكر. جبت قالب دهنته بطبقة خفيفة من الزيت او دهنة خفيفة من الزيت، وبضيف معلقة من خليط الفانيليا بهالشكل، وفوقه مباشرة معلقة من خليط الكاكاو هيك. معلقة فوق معلقة لحتى يخلص الكمية كاملة. خلص القالب معي، خلصت الكمية كلها وطلعت بهالشكل. راح احط القالب بالفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180. بشغل من تحت بس او لحتى تصير الاطراف لونها ذهبي، بعدين بشغل من فوق. وهي الشكل النهائي للكيك تبعنا. ما قدرت اصور لكم اللحظة اللي قلبت فيها الكيك من القالب لاني عم صور بايد واحدة، بس راح اقطع قطعة معاكم. شوف قلبه من جوا لسه سخن، هش لدرجة انه مو ماسك حاله. هي قلبه انا كنت
كتير لذيذة وكتير سهلة. جربوه وإن شاء الله بتعجبكم كتير كتير. واستنوني إن شاء الله بوصفة جاية لذيذة كمان كالعادة وسهلة. وإلى اللقاء.